أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خطبتنا اليوم إن شاء الله عن الثبات على الدين في بلاد الغربة. أوصيكم عباد الله ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. سورة النساء الآية 13. أيها الأحبة في الله، نخاطب اليوم أنفسنا وشبابنا وكل الذين يعيشون في بلاد الغربة في بلدنا هذه وغيرها من دول المهجر، حيث كثرت الفتن وتنوع المغريات، وحيث قد يشعر المسلم بالوحدة وضعف الهوية. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الغربة فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وفي رواية قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسدت الناس. فالغربة أيها الإخوة ليست غربة المكان فقط، وإنما هي غربة الدين، حيث يرى المسلم المنكرات من حوله ويجد قل من يعينه على الطاعة، لكنه مع ذلك يتمسك بالحق ويثبت على دينه. فالتحديات أمام شباب المسلمين في الغربة كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر: أولا، فتنة الشبهات وانتشار الأفكار الإلحادية والتيارات المشككة في الدين، حتى يجعلوا شبابنا ينظرون تعاليم ديننا وقيمنا إنها تخلف. فعلينا وعلى الشباب الاعتصام بالقرآن، فهو المخرج الأول والآخر وحبل الله المتين. قال تعالى: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سورة الأنعام الآية 153. ثانيا، فتنة الشهوات وكثرة المغريات من محرمات وشهوات، وصعوبة الاستقامة على العفة، والجواب في ذلك الصبر ومجاهدة النفس. قال الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رواه البخاري ومسلم. ثالثا، ذوبان الشباب في المجتمعات ونسيان الهوية، بداية نسيان لغة القرآن وترك الصلاة، ثم يقومون بالتقليد الأعمى، عادات لا تليق بالمسلمين والمسلمات. والجواب هي أيضا الثبات على شعائر الإسلام. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. سورة هود الآية 112. فعلينا وعلى الشباب الثبات والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على الصلاة في وقتها.
فهي الصلة بيننا وبين ربنا وحسن المتين من الفحشاء والمنكر. أيضا من أنواع الثبات طلب العلم الشرعي من مصادره الصحيحة، وحضور المساجد والمراكز الإسلامية، واختيار الصحبة الصالحة التي تعيننا على الطاعة لأنفسنا ولأبنائنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. رواه أبو داود والترمذي. الدعاء واللجوء إلى الله بالثبات. وكان نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي. عباد الله، تذكروا أنكم سفراء الإسلام في بلاد الغربة بمظهركم وسلوككم وأمانتكم في القول والعمل وأخلاقكم في عامة الأمور يعرف الناس دينكم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سورة فصلت الآية 33. فاليوم كثير منا ذهب إلى طرق فيها كثيرا من الشبهات، فاتقوا الله تفلحون. عباد الله، أقول قولي واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، إن ثباتكم على دينكم في هذه البلاد وغيرها من بلاد الغرب عبادة عظيمة وأجرها مضاعف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للعامل منهم أي في زمن الفتن أجر 50 منكم. قالوا الصحابة: منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. فكونوا قدوة حسنة وأثبتوا على الإسلام، واغتنموا أوقاتكم في طلب العلم والعمل الصالح، فإن الدنيا زائلة، وكل هذه المغريات لا تنفعنا بشيء، والآخرة باقية، وما يكسبها إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة آل عمران الآية 200. ثم صلوا وسلموا على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبتنا وثبت شبابنا على دينك، واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأرفع عنهم الفتن والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اهدنا واحفظنا وأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وأمتنا جميعا أينما كانوا. اللهم اجعل لهم قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، وعلمهم علما نافعا، واهدهم طريقا مستقيما يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في السودان.
عامة والفاشر خاصة وفي كل مكان، واضمر أرضنا بالأمان والسلام، واجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم اجعل السودان بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أطفئ نار الفتنة فيه ووحد صفوف أهله، واجمع كلمتهم على الحق والخير والبركة. اللهم إنا نستودعك بلادنا وأهلنا، اللهم أمنهم وأحفظهم من كل مكروه وأذى، وآدم عليهم نعمة الأمن والأمان. يا رب كن عونا لهم وجابرا لمصابهم، واطعم جائعهم وأمن روآتهم، وانصرهم بنصرك الذي وعدته. اللهم من أراد بالمسلمين شرا فاشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا جميعا واغفر لهم وارحمهم، واجعلهم من أصحاب اليمين في جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.